السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من برنامج إنجليشاوي على يوتيوب. من الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هنبدأ نراجع سواء أولى وثانية وثالثة ثانوي. إن شاء الله الفيديو ده مخصص للصف الثاني الثانوي، هنراجع فيه مراجعة ليلة الامتحان. بس قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لأخواتنا ربنا ينصرهم ويثبتهم اللهم آمين. وما وصل الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. جهز معاك ورقة وقلم ويلا نبدأ المراجعة بتاعتنا. أول ملحوظة معانا وهي الفيرست كونديشنال اللي هي الحالة الشرطية الأولى. الحالة الشرطية الأولى بتتكون من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. أداة الشرط عندي وهي F. اما فعل الشرط هو البريزنت سمبل او المضارع البسيط، وجواب الشرط هو will plus infinitive. والملحوظه الجديده معانا النهارده وهي ان انا ينفع اشيل will زائد المصدر واستخدم مكانها الامبيراتيف او الفعل في الامر. على مثال if the person doesn't reply touch their shoulder or their foot، يعني لو الشخص ما ردش عليك حاول انك تلمس touch. هنا استخدام touch فعل في الامر، المس كتفه او قدمه. نتكلم عن النسيسيتي او الضروره. عشان تتكلم عن الضروره فنتقسمها لبريزنت وباست وفيوتشر، مضارع وماضي ومستقبل. المضارع عندي كام كلمه بتعبر عن الالزام او عن الضروره، وهي كلمه must plus infinitive، must زي الفعل في المصدر، وhas to وhave to زي الفعل في المصدر، وhas got to وهاف got to زائد الفعل في المصدر. ضيف عليهم كمان need ونيدز to زائد الفعل في المصدر. دول كلهم بيعبروا عن الضروره في البريزنت. على سبيل المثال he must wear heavy clothes in cold weather، يعني هو لازم او يجب عليه ان هو يرتدي ملابس ثقيله في الطقس البارد. طبعا ينفع اشيل must واحط مكانها he has to، وينفع احط مكانها he has got to او he needs to زائد الفعل في المصدر. كده بالنسبه للضروره في الماضي. الضروره في الماضي بجيب الماضي من has to have to had to، والماضي من need و needs to needed to زائد الفعل في المصدر. دي معناها كان ضروري أن يفعل في الماضي. على سبيل المثال he had to wear heavy clothes in cold weather، نفس المثال اللي احنا خدناه. فهنا استخدمت had to، وينفع استخدم مكانها needed to زائد الفعل في المصدر. دي كده بالنسبه للضروره في الباست في الماضي. بقى على الضروره في المستقبل اللي هو يجب ان تفعل في المستقبل، بستخدم اتنين will have to او will need to. طبعا ده بالاضافه الى it will be necessary for زائد الشخص to زائد الفعل في المصدر، يعني سوف يكون من الضروري لفلان الفلاني ان هو يعمل كذا. على سبيل المثال he will need to او he will have to wear heavy clothes in the cold weather، يعني هو هيكون ضروري او هيكون من الواجب عليه ان هو يرتدي ملابس ثقيله في الطقس البارد. دي كده بالنسبه للضروره في المضارع وفي الماضي وفي المستقبل. ندخل في اللاك اوف نيسيسيتي او عدم الضروره. عايز افرق بين حاجتين ما بين الماست وهاز تو هاف تو. ايه الفرق ما بينهم؟ عندي عده فروق ما بين ماست وهاز تو هاف تو. اول فرق منهم وهو ان ماست بتعبر عن الزام داخلي، الزام من جواك، انت بتلزم نفسك انك تعمل حاجه، مفيش قوانين بتلزمك انك تعمل الحاجه دي. تمام؟ على سبيل المثال my uncle at the hospital، عمي في المستشفى، فاقول I must visit my uncle، يعني انا متوجب عليا او ملزم، انا بلزم نفسي ان انا هزور عمي. عكس طبعا has to have to وهو الزام خارجي. have to wear the school uniform، انا لازم ان انا البس السكول يونيفورم، لان في قوانين وقواعد في المدرسه بتمنعني ان انا البس اي لبس تاني غير اليونيفورم بتاعي. الفرق التاني معايا ما بين must و has to have to ان الفاعل بيتغير. ازاي؟ يعني مع has to باخد he و she و it واي اسم مفرد، اما مع have to بستخدم I او we او they او you. لكن مع must بستخدم اي ضمير سواء مفرد او جمع. التالت معايا وهو في النفي. في النفي في must بحط لها not تبقى mustn't. اما كلمه has to have to بنفي don't have to او doesn't have to. طبعا don't انت عارف ان هي مع ضمائر الجمع وdoesn't مع ضمائر المفرد. الفرق بتستخدم في النفي للمنع والحظر، اما don't have to و doesn't have to بتستخدم للتعبير عن عدم الضرورة. الفرق الخامس وهو ان must لا تستخدم في الماضي، اما has to و have to ينفع استخدمها في الماضي وهو had to. طيب لو هنتكلم بقى عن lack of necessity او انعدام الضرورة، في المضارع بنفي has to have to ب don't have to و doesn't have to. طب و need to بنفيها ب don't need to و doesn't need to زي الفعل في المصدر. وعندي كمان واحدة زيادة وهي needn't زي الفعل في المصدر، ده النفي في المضارع. طيب النفي في الماضي بنفي ب had to بنفيها ب didn't have to او didn't need to. وعندي كمان needn't have زي التصريف الثالث. اما بقى في المستقبل فبنفي won't have to زي الفعل في المصدر او won't need to زي الفعل في المصدر. عندي بقى الفرق بين didn't have to زي الفعل في المصدر و needn't have زي التصريف الثالث. ايه الفرق ما بينهم؟ didn't have to زي الفعل في المصدر معناها لم يكن ضروري ان يفعل لذلك لم يفعل. على سبيل المثال he didn't have to buy bread so he didn't buy، يعني هو ما كانش ضروري ان هو يشتري خبز
لان هو عندهم خبز لذلك لم يفعل. اما needn't have زي التصريف الثالث معناها لم يكن ضروري ان يفعل ولكنه فعل. he didn't have both this mobile he has one، يعني هو ما كانش ضروري ان هو يشتري الموبايل ده، هو عنده اصلا، يبقى هو لم يكن ضروري ان يفعل ولكنه فعل. عندي بقى didn't need to زائد الفعل في الماضي عبر عن انه لم يكن ضروري ان يفعل ولكنه فعل، او لم يكن ضروري ان يفعل ولكنه لم يفعل. سيان في الموضوع didn't need to get up early so he didn't get up، يعني هو ما كانش ضروري انه يصحى بدري لذلك لم يستيقظ. he didn't need to get up but he got up early because it was a beautiful morning. هو ما كانش ضروري انه يصحى لكنه صحي لان كان الجو جميل وكانت الشمس حلوه. مصدر زائد الفعل في المصدر بتساوي كانت زائد الفعل في المصدر، معناها من المستحيل ان، او it's forbidden او it's prohibited، يعني حاجه ممنوعه او حاجه محظوره. من اهم الملحوظات كمان اللي ممكن تضيفها لمعلوماتك في المراجعه بتاعتنا النهارده وهي كلمه must. must بتعبر عن دعوة حارة، لو انت بتدعو حد للحفلة مثلا وانت بتأكد عليه انت لازم تيجي، مش عزومة مراكبية وخلاص، فقالوا you must come my birthday party is tomorrow، انت لازم تيجي، لازم تحضر الحفلة، فدي دعوة حارة. ممكن تعبر كمان عن نصيحة قوية، اقول لك you must study hard، انت لازم تذاكر بجد، فدي نصيحة قوية. ممكن كمان تعبر عن تذكرة قوية، اقول لك we must remember that tourism is so important، احنا لازم نبقى فاكرين دايما ان السياحه مهمه جدا، فدي اسمها تذكره قويه. النفي بتاعت مصر طبعا مصر وهي بتعبر عن النفي والمنع والتحريم، وهي اقوى درجات المنع والتحريم. اقول لك على سبيل المثال you must play football in the flat، you may break something، انت ممكن تكسر حاجه، ما ينفعش تلعب في الشقه كره قدم. ضيف عندك كمان لمعلوماتك الفرق بين كلمه هيرو وكلمه تشامبيون. كلمه هيرو معناها بطل في المجتمع، اما كلمه تشامبيون بطل رياضي. الفرق كمان بين كلمه اورجن وكلمه ممبر، اورجن ده عضو في جسم الانسان، اما ممبر ده عضو او فرد في عيله، عضو في نادي. خد بالك كمان من كلمه تو داي كورس، داي تو داي كورس هنا ما بجمعهاش لانها هنا يعتبر صفه، لو عايز تجمع بتجمع اللي بعديها. خد بالك من كلمه spend لان لها معنيين على حسب اللي بيجي بعديها. لو جه بعديها amount of money او كميه من المال معناها ينفق، يعني he spent $2 million for charities، يعني هو صرف 2 مليون دولار على الجمعيات الخيريه. اما لو جه بعدها مده زمنيه هنا معناها يقضي وقته، ويجي بعدها verb plus ing. على سبيل المثال he spent 2 hours studying English، هو قضى ساعتين بيذاكر انجليزي. خد بالك من كلمه look forward to معناها يتطلع الى، بيجي بعديها verb plus ing. I look forward to hearing from you، انا بتطلع ان انا اسمع عنك. خد بالك كمان من الفرق ما بين كلمه special و private. special معناها مميز او خاص، تمام، اما برايفت معناها خاص او ذو ملكيه شخصيه، يعني انا اقول برايفت لايف ما ينفعش اقول سبيشال لايف. اقول سبيشال اوكيجن يعني مناسبه خاصه. خد بالك كمان الفرق ما بين كلمه منيو وكلمه ليست. منيو يعني قائمه طعام لكن الليست قائمه اشياء. خد بالك الفرق ما بين كلمه decide to بيجي بعدها الفعل في المصدر، وديسايد اون بيجي بعدها noun او verb plus ing، وديسايد ذات بيجي بعدها جمله يعني فاعل زائد فعل زائد مفعول. خد بالك ان كلمه let معناها يدع او يسمح بيجي بعدها الفعل في المصدر، لكن كلمه allow معناها يسمح برضه بيجي بعدها to زائد الفعل في المصدر. طيب الادجكتيفز او الكومباراتيف ادجكتيف والسوبرلاتيف ادجكتيف، صفه المقارنه او صفه التفضيل. المقارنه طبعا بحط بالصفه er وبعد كده than، زي big bigger than tall taller than short shorter than زي ما انت عارف. اما لو صفه بتتكون من اكتر من syllable من اكتر من مقطع، في الحاله ديت بحط قبلها more او less. more يعني اكتر وليس يعني اقل. وعندي طبعا صفات شاذه زي good تبقى better than، زي bad تبقى worse than، زي far تبقى further than او further than. دي كده بالنسبه للمقارنه. طب التفضيل عندي في صفه التفضيل بحط قبل الصفه ذا وبعديها ECT، زي مثلا tall او the tallest، big the biggest، short the shortest. طيب لو صفة بتتكون بقى مستر من أكتر من مقطع، في الحالة دي بستخدم قبلها the most أو the least. the most معناها الأكثر، أما the least يعني الأقل، زي the most beautiful، the most important، the most dangerous. the least يعني الأقل، زي the least dangerous، the least important، وهكذا. عندي برضو صفات شاذة زي good. good تبقى the best، worst تبقى the worst، far تبقى the farthest أو the furthest. خد بالك كمان من تركيبة ذا أو كلما. comparative adjective ذا plus comparative adjective، ذا يعني كلما. على سبيل المثال the more books you read the more information you get، يعني كل ما تقرأ كتب أكتر كل ما زدت معلومات أكتر وأكتر. عندي كمان ينفع استخدم ER أو الصفة plus ER
بدون ذا عشان ابين المقارنه الضمنيه. على سبيل المثال لك you need a bigger house، انت محتاج بيت اكبر. انا قصدي طبعا على البيت اللي انت قاعد فيه، فانت صغير فانت عايز بيت اكبر منه. عشان ابين الزياده الكبيره او السرعه الكبيره او الحجم الكبير، استخدم صفتين مقارنه من نفس الصفه، بستخدم صيغه مقارنه من نفس الصفه ورا بعض. على سبيل المثال اقول لك cars are getting faster and faster، يعني السيارات بقت اسرع واسرع، عشان ابين الزياده المطرده في الموضوع او الزياده الكبيره. ينفع استخدم ذا قبل صفه المقارنه عشان ابين المقارنه بين شيئين من نفس النوع. على سبيل المثال of the two cars this is the faster، يعني في السيارتين دول دي الاسرع، the faster. خد بالك من الفرق ما بين كلمه share وكلمه divide. share معناها يشارك او يتشارك شيء ما، اما كلمه divide معناها يقسم، وبتيجي بمعنى يقسم على رقم في الرياضيات اللي هي القسمه، جاي منها division اللي هي القسمه. خد بالك من الفرق بين كلمه introduce وكلمه present. introduce معناها يقدم شخص او يقدم شيء، اما present يقدم شيء. وخد بالك ان كلمه present انا بقولها منطقها present، لان انا لو عملت الستريس على المقطع الاول present معناها هديه. خد بالك من الفرق ما بين كلمه abroad وابورد وبرود. aboard معناها على متن السفينه، بتساوي on board. كلمه abroad معناها في الخارج. كلمه broad معناها واسع او عريض. خد بالك كمان من الفرق ما بين كلمه climate weather واتموسفير. climate معناها المناخ او حاله الطقس لفتره طويله قد توصل الى شهر شهرين سنه، اما كلمه weather معناها حاله الطقس لفتره قصيره اقصاها اسبوع. كلمة اتموسفير معناها الغلاف الجوي. بالك من الفرق بين كلمة هابت وكاستم وتراديشن. الهابت هي عادة شخصية، الكاستم عادة مجتمعية شوية، التراديشن هو عرف مجتمعي. عشان اعبر عن التساوي او حاجتين متساويين في نفس الصفة بستخدم as صفة as، او so صفة as. اقول he is as tall as علي، هو طويل زيه زي علي. عايز انفيها بحط not قبل as الاولانيه. he is not as tall as علي، هو مش طويل زي علي. خد بالك ان انا بستخدم كلمه ever مع صيغه التفضيل. على سبيل المثال Mercedes is the fastest car I have ever seen، يعني مرسيدس اسرع عربيه انا شفتها في حياتي. خد بالك ان كلمه most ينفع استخدمها بمعنى كلمه very معناها جدا بدون استخدام ذا قبلها، زي مثلا اقول most interesting بتساوي very interesting يعني شيق جدا. الفرق ما بين كلمه later و latter و last. كلمه later معناها فيما بعد، كلمه latter معناها الثاني او الاخير، اما كلمه last معناها الاخير. خناقه دايره ما بين elder و older. ايه الفرق ما بينهم؟ elder معناها الاكبر سنا لو انا بقارن في العيله نفسها جوه العيله، وما بيجيش بعدها than. على سبيل المثال my elder sister couldn't go to school today because she missed the bus. الناحيه الثانيه بقى كلمه older معناها الاكبر سنا او الاقدم زمنا، بس بيجي بعديها than. على سبيل المثال اقول my parents are older than your parents، يعني والدي اكبر من والدي. بس كده يا سيدي، وبكده نكون راجعنا على unit 1 و unit 2. احنا نستنى 4 units ان شاء الله هينزل لك تباعا ورا بعض عشان نكون خلصنا المنهج خالص. فاكر واجتهد وخليك دايما فاكر ان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وافتكر دايما وان سعيه سوف يرى. سلام.